لو انت زي حالاتي عندك عيلة صغيرة وعايش في امريكا ومعندكش لا قرايب ولا اصحاب وجاه عليك العيد، تعال اقولك هنقضيه ازاي. اول حاجة هنروح نصلي العيد. الجامع اللي انا روحته اسمه جامع الازهر وهو لسه تحت الانشاء، فعلشان كده هتلاقونا بنصلي جوه الجيم او ملعب الباسكت بول اللي موجود. وبالمناسبة اغلب صلوات العيد في انديانا هتلاقوها بتتصلى في صلاة مغطاة او في اراضي معارض، ده لان اغلب الجوامع هنا صغيرة، لذلك اغلب المساجد بيتشاركوا وبيأجروا المكان مع بعض علشان يقدروا يستوعبوا اعداد المصلين كلهم. خرجنا بقى لقينا الجو سانن سنانه ونولنا على نية مش كويسة، شوية عواصف رعدية على شوية مطر حلوين كافلين ان هم يدمروا لك اي خطة او اي فسحة انت كنت ناوي تطلعها في العيد. الجو هو اكبر تحدي هتقابله في حياتك، ومش بس هيحدد ان انت كنت هتخرج ولا هتقعد في البيت، لا ده ممكن كمان يحدد المكان اللي انت هتعيش فيه والولايه اللي انت هتعيش فيها. يعني احنا عارفين طبعا ان اول يوم العيد وتاني يوم العيد هيبقى بالمنظر ده كده من بدري، هتضطر طبعا ان انت تخرج تخش في اماكن اندورز او الاماكن المغلقه، ودي يعني علشان تدخل في مكان زي ده مثلا في لعب اطفال او حاجه زي كده it will cost you an arm and leg زي ما بيقولوا، يعني هتدفعك مبلغ كبير محترم يعني في حاجه زي كده. وقد كان رحنا مكان مغلق ودفعنا مبلغ محترم عشان الأولاد يلعبوا، ولنظرا لانخفاض اللياقة البدنية الأولاد تعبوا بعد ساعة بس، وما كانش قدامنا غير إن احنا نروح نحضر الاحتفالية اللي عاملها المسجد بتاعنا، واللي حرفيا اتحول لنادي اجتماعي في اليوم ده. بعدها الجو ابتدى يوفي بوعوده واتحبسنا في المسجد وعملنا، وبصعوبة قدرنا ننط في العربية علشان نقدر نروح. وده كان منظري بعد ما روحت. تاني يوم بقى ايه؟ انت صدقت ولا ايه؟ انت كفايه عليك كده حبيبي، انت يا دوبك تروح تنام علشان تصحى الصبح كده فريش وتروح الشغل. هو احنا لينا في البلد دي غير الشغل؟